صباح الخير. دايما انا اللي بختار افكار الفيديوهات، بس اليوم قلت ليش مو انتوا اللي تتحكموا بيوم. نزلت بوست وخليتكم تختاروا شو نعمل اليوم. رح اكل على كيفكم، البس على كيفكم، حنعمل تحديات مجنونه انتوا طلبتوها. يلا بينا نكسل كل الميك اب. مستعدين؟ يلا بينا. اذا مو مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك لهذا الفيديو وبس. حاجه حكي ويلا نبدا. لازم تختاروا لي شو لازم البس اليوم. اطلعت على راي الاغلبيه واغلبكم كم يعني البس جينز مع تي شيرت لونه وردي، بس مشان نصعبها اكثر مشان نخلي في فعاليات. هدول الاثنين اللي اخترتهم، هي وردي وهي وردي، لكن هي نار نار. احنا عندنا حرفيا حر، وهي كنزه شتويه مثل ما انتم شايفين. رح نعمل قرعه واللي حتطلع لي حنلبسها حتى لو كانت الصوف. الكنزه الشتويه والكنزه الصيفيه كاتبتهم هون. رح ابدا اني اعمل لهم هيك ونختار. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الطريقه واختار وحده منهم. لا نو واي، ليش؟ والله حار يا جماعه، لو تشوفوا الشمس برا حتموتوا. ما بوعدكم اني اضل لابسها كل اليوم. اوكي. إذا أنتم مو ضايفيني على سناب لا تنسوا تضيفوني. عم بعمل هنيك اتصالات المتابعين وأشياء تانية كتير، فضيفوني على سناب. رح أحط لكم الكود هون، أو إذا بدكم تضيفوني بالاسم هذا هو اسمي، لأن المتابعين لازم يتحكموا بيومي فلازم تتحكموا كمان بالفطور. فأكثر شيء قرأته كاتبينه أنتم إنه بدكم يعني أعمل بانكيك. ما بعرف شو سالفتكم مع البانكيك، بس اتس اوكي. أنا بالعادة بفطر زيت وزعتر مثلكم مثلنا مثل أي بني آدم، بس إذا أنتم طالبين البانكيك ليتس جو. اهلا وسهلا معكم شيف نايا بالخدمه. شو بتحبوا تاكلوا اليوم؟ هدول الاغراض اللي قدامنا هن اغراض البانكيك. بدل ما نروح نشتري حبيت اعمل فعاليات بالفيديو، قلت خليني انا اعملكم اياه. الاغراض بسيطه. شكرا انكم اخترتوا لي بانكيك. اكيد ما حعرف اطبخ طبخه عظيمه يعني. كاسه طحين. اول شيء مثل ما سمعت انه بنخلط النواشف قبل وبعدين بنخلط الاشياء الثانيه، فيلا نخلط النواشف. حنحتاج معلقه سكر، هي المعلقه. اوكي. حنحتاج رشه ملح، هي مو رشة ابدا يا جماعة. المهم، وحنحتاج كمان الفانيلا. طبعا هاي الفانيلا كتير بتمرمر بسرعة، فلهالسبب رح احط نقطة منها، ما رح اكتر. البيكنج باودر رح احط جزء من الظرف، ما رح احط الظرف كله لانه هن كاتبين نص معلقه تقريبا. انا ما رح استخدم بيض، رح احط بدون بيض. رح اخلط المكونات الجافه مع بعض اول شيء. عم اموت من الحر، ارحموني. ما بعرف كيف لبستوني هي بس عن جد حرفيا احترقت، وهلا لسه حنشغل الغاز فحموت. اضيف نص كاسه حليب، اضيف معلقه زبده، بس فيكم تضيفوا زيت بدل الزبده، بس انا بحب الزبده اكثر صراحه. حميت المقلايه يا جماعه ورح ابخمن هذا عليها مشان ما نحط اي شيء ثاني انه زبده او كذا. وبعدين رح اخذ من هذا الخليط، هذا الخليط اللي طلع معنا نسيت افرجيكم اياه. اوكي. رح اخذ من هذا الخليط واحطه بهي الطريقه. يا رب يطلع دائره. يطلع دائره ولا لا؟ اوكي. اقلبها على الجهه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو فعاليات! انا ما بحياتي سويت شيء وزبط معي الحمد لله. انا عم بمزح، بس انه يعني مبسوطة. أنا خجلانة من اللي طلع معي. أول شيء طلعت معي هي تشبه كل شيء للبانكيك، ما علينا، بس أنا نسيت إنه أنا عم بعمل بانكيك. نادرا ما نعمل بانكيك، عادة بنعمل إحنا كريب أكثر، فقعدت أمسح فيها اللي هو بدك تطلع. المهم بعدين طلعوا معي هدول، والله العظيم الطعم طيب. هو الشكل لا يبشر بالخير. نحط عليه هذا الميبل سيرب. اوكي بهي الطريقة. نحط عليها زبدة هيك إنه على أساس إنه أنا أمريكية، عرفتوا كيف؟ إنه ما عليكم يعني كلكم بدكم تقنعوني إنه بيطلع معكم الأكل ظابط. الله. بسم الله. نبدأ فقرة التذوق. والله العظيم اني متأكدة حيطلع كثير طيب، بس هي الحياة مرات تمرضغكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اللي اقترح انه ناكل بانكيك على الفطور. انا غيرت الكنزه يا جماعه، سوري اي كويت. انا بستقيل، ما عاد قدرت اني اقعد فيها كثير، كانت حاره هذيك. عشان نخلي الفيديو اكثر حماسا قررت اني اعمل تحديات انتم كاتبين لي اياها. البنت هاي طلبت مني التحدي اني اكسل كل الميك اب اللي انا مو محتاجته، فيلا بينا نكسل كل الميك اب اللي مو محتاجينه. جمعت كل الميك اب اللي عندي وهذا الميك اب اللي انا مو محتاجته، فيلا نبدا نكسرهم واحد واحد. اذا مو ضايفيني على الانستغرام شو عم تستنوا؟ روحوا ضيفوني هلا. جبت هاي مشان اكسر هذا الهايلايتر. هذا هايلايتر ولا بلاش؟ لا هذا بلاش. يلا بينا نكسر. ستوب لو سمحتوا. من ايمت انا هي شخصيتي اني اكسر واسوي هاي الاشياء. حطيتهم في علب مثل ما كنتم شايفين منشان بعدين اعطيهم لشخص محتاج. يعني ما رح اقعد اكسر هذا الميك اب لاني بعرف انه في ناس كثير محتاجينه،
فلهذا السبب اغلبها اشياء مو كثير مستخدمتها. وللغدا اخترت وحده من الكومنتات عم بتقول انه جربي اشهر اكله بالامارات. اشهر اكله عندنا عاده هي الرز، يعني مثلا المضبي، المندي، هدول الاكلات، البرياني. فاليوم رح نجرب اتوقع المضبي. جينا لهذا المطعم نحن دائما بنجي عليه مشان ناكل مندي. المندي هي من اكثر الاكلات المعروفه هون. احنا بنحب ناكل مضبي. فهلا حفرجيكم. اول شيء صاروا كثير رخيص واطباقه كثير طيبه، فحيجي الاكل وحفرجيكم كل شيء. وصل الاكل. هذا هو المضبي اللي بيكون مشوي. اتوقع المندي اللي بيكون على الماكينه. وكمان عندهم هي الشوربه من اطيب الشوربات اللي يمكن تذوقوها في حياتكم. اوكي. وطبعا بيجي هي الصلصه كثير حاره فما بنصحكم فيها، لا اوكي. لكن هذا اللي هو بيجي هيك سلطه وهيك اشياء سعرها كثير رخيص، سعرها 20 درهم يعني تقريبا $5 اكثر شوي، 6 دولارات تقريبا. بس والله يلا ناكل. وانا عندي تكنيك، انا كثير بحب الرز يكون مو ناشف، بحط الشوربه هاي على الرز، تعملوا له هيك وبتاكلوه مع بعض. جربوها وادعوا لي والله روعه. حلاوه هذا المكان انه الشوربه فيكم دائما تعملوا لها ريفل. جبنا شوربه ثانيه. شوفوا يعني اكلنا كل شيء. كثير طيب صراحه، اكلهم كثير بنصحكم اذا بدكم تجوا على مكان اسمه مندي جوريف. ان شاء الله كل الفصل اسمه صح. جينا نشرب اهم مشروب في الامارات، لانه انتم قلتوا لي انه جربي الاشياء اللي هي كثير مشهوره. اذا جيتوا على الامارات ما شربتوا كرك هي كارثه. هذا الكرك حقه درهم. اي حدا بيجي بيعطيكم كرك ب 12 و20 اخي روحوا اشتروا قهوه احسن، لانه الكرك حلاوته وطيابته بدرهم. اشرب الكرك. اليوم كثير طيب والله، اليوم كثير طيب. هو شوفوا هذا المكان اللي بنروح عليه مرات بيكون حلو زياده، مرات بيكون مالح، مرات اليوم كثير طيب. بنوته طلبت مني اني اعمل انبوكسنج للاشياء اللي وصلتني في يومي. حلو هذا التحدي، حسيت انه اوكي يلا نعمله. صراحه اليوم مو مثل اي يوم، بالعاده صراحه ما بيوصلني لهالدرجه بوكسات، بس اليوم ما بعرف شو السالفه من حظكم، فحنستمتع بالانبوكسنج مع بعض. واصليني تقريبا 4 اغراض، فيلا نفتحه مع بعض ونشوف شو في جوات. البوكس من براند اسمه اكسس واي. بعتين هذا المنتج هو ماسك، هذا ماسك. وبعتين هذا اللي هو اكثر منتج مشهور عندهم، هذا بشيل البقع من على الوش، فكتير كتير كتير مشهور عندهم. هذا عبارة عن غسول، للأمانة أول مرة أنا بشوفه. لكم تقييمي بالفيديوهات السناب شات، فإذا مو ضايفيني على السناب شات روحوا ضيفوني حالا بالا. هذا هو اسمي هون. هذا منتج أتوقع كمان ماسك، نفس الماسك اللي قبل شوي بس هذاك تقريبا طين، هذا جل. هذا واحد من أحلى الأشياء اللي عندهم، لو قلكم قديش حلو ما حتصدقوا. مرطب للبشرة، وأنا بحب المرطبات اللي تكون خفيفة. أوكي تعالوا نفتح هذا لأنه ماني حابة نطركم زيادة. هذا من بنفيت. اتوقع هذا الفاونديشن اللي ايوه هو هذا مثل فاونديشن، وهون مثل سيتنج سبراي. يس سيتنج سبراي وفاونديشن. نيجي لهذا البوكس، يمكن هذا اكبر بوكس هدى بيوتي بعثت لنا اياه بحياتها. اوه ماي جاد يا جماعه شو هذا الحجم. اوه شنطه فعاليات. اوه ماي جاد حلاوه الشنطه هي انه في لها طبقتين مثل ما انكم شايفين. شوفوا كيف هي الطبقة الأولى إذا أنتم مسافرين مثلا فيكم تاخدوها معاكم، كتير حلوة. وعندكم هي الطبقة الثانية. واو شايفين حالكم؟ لا مو شايفين حالكم أتوقع. مثل ما انكم شايفين بعثت لنا المنتجات تبعها، فيلا نشوف شو بعثت لنا. بعثت هدول هن مثل اي باتشز. والباودر كيف باودر فيه لونين، الباودر واحد فيه لونين، فهي بعثت لنا اياهم. شي بعثت هي البرش اللي هي كونسيلر برش. صراحه انا فراشي هدى بيوتي كثير بيعجبوني وهي كثير ناعمه. بعثت هدول اللي هن مثل باف، اكثر من لون واكثر من حجم. وهدول الاثنين هن الالوان الجداد من الايزي بيك اللي هي دائما بتعملوا. شوفوا هدول اللونين وهدول اللونين، انا بحس هي بتناسبني اكثر، بحس هدول الالوان ما كثير بيناسبوني. بعثت لنا اكثر من كلر كوركتر. بعت هدول الاثنين كثير كيوت. او ماي جاد انا عندي الصغار، هلا هدول الكبار كثير رح ننبسط فيهم. تعالوا نجربهم. واو فعاليات الله كثير حلوين. هاي المرايه كاني من الجاسوسات. حتى اللي متابع اللي من الجيل القديم يعني بيعرف انا واختي ولا انا واخي. انا واخي اتوقع، لا انا واختي لا في انا واختي كمان كان عندهم هيك شغله هيك شيء فوق روعه. الجيل القديم اللي شافوا هذا انا واختي بليز خبروني مشان ما احس حالي كثير كبرت. يعني كنت حابه افرجيكم الفرق بين الحجمين.
طلعوا هذا وطلعوا هذا. اخيرا وليس اخيرا هذا السوفت بوكس. الاضاءه بغرفتي ما أنا احسن شيء، وما عندي اضاءه غير هذا المربع اللي دائما بصور لكم فيه علبه، اوكي، اللي بيكون فيها اتوقع الضوء. ايوه شوفوا فيها هذا الضوء، بيجي فيها كمان هذا الريموت مشان تتحكموا في السوفت بوكس. رح اركبه وافرجيكم كيف حيطلع. بيجي هيك شغله مربعه، ومن قدام هذا هو شكله. حافتح لكم اضاءه السوفت بوكس تشوفوا النور اللي حينور حياتنا كلياتنا. تغير بيصير ابيض مثل ما انكم شايفين، بيصير اوف وايت، بيصير هيك، بصير اصفر. هاي البنوته كتبت لي اني اوزع مي على المحتاجين، فيلا نعمل هذا الشيء. بالعكس كثير تحدي حلو انه نوزع مي على الناس المحتاجه. جبنا المي اللي حكيتوا عنها، وانا بعرف مسجد قريب منا الحلو عندهم براد، فرح نروح نركب المي بقلب البراد ونشغل البراد ونحط المي بقلبه هيك. اوكي وصلنا على المسجد يا جماعه، ان شاء الله يكون فاتح. في نظام هون بوقت معين بيسكروا المسجد، فان شاء الله يكون فاتح، وان شاء الله ما يكون في كثير ناس، لاني بخجل صراحه احط الاشياء هاي قدام الناس، عرفتوا كيف؟ فيلا بينا. هذا هو المسجد. مساجد بالمكان اللي انا عايشه فيه كثير حلوين صراحه. يا جماعه جينا لقينا المسجد مسكر، كثير زعلت. تعرف شو حاعمل مشان ما اخذهم وارجعهم معي؟ ححطهم هون بالارض وافتحهم بحيث انه الناس تشوف. اذا لو معي اكل اعطيك. ايوه رح احطهم بهي الطريقه، صح يكونوا عم يسرقوا، بس بكره ان شاء الله بيكون في حدا مسؤول عن المسجد ان شاء الله يشوفهم، وانه يعني هيك يعطيهم للناس او يدخلهم لجوا، لانه جوا في براد. انا جاي على المسجد من قبل وجوا في براد، فان شاء الله ياخذوه. خلاص زعلت شوي. هاي البنوته تحدتني اني اطلع على اعلى عجله مراقبه بالعالم. اذا انتم ما بتعرفوها هي موجوده عندنا في دبي، اسمها عين دبي. رح نروح مع بعض ونطلع عليها، مع اني انا شوي بخاف من المرتفعات صراحه، يعني مش اكون واضحه معكم، بس اتس اوكي حنطلع عليها. هاي عين دبي لانه اسمها على اسم دبي، ودبي ما بترضى الا بالافضل. هاي العجله اعلى عجله مراقبه في العالم، شوفوا دبي من كل الزوايا. صح اني شوي بخاف من المرتفعات، بس انتم تحديتوني وانا قبلت التحدي. هون بلشت رحلتي، وحرفيا كنت مصدومه من الارتفاع. بعدين دخلنا واستقبلنا هذا الشيء اللي بوشكن. على طول عملنا سكيب لللاين لانه كان معي التذكره البريميوم، وهي هي المقصوره اللي حنركب فيها. صراحه ما اخبي عليكم كنت حاسه اني بلشت اخاف اول ما شفتها قربت، وهون على طول ركبت فيها وبلشنا نرتفع شوي 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 لحد ما وصلنا لارتفاع جدا عالي. شوفوا هون انا قاعده كنت عم حاول اني اسلك لنفسي انه انا ما خايفه ما خايفه، حرفيا كنت عم بموت من الرعب يا جماعه. هون ما كنا في اعلى ارتفاع، لكن هون كنا في اعلى ارتفاع. حرفيا هذا اعلى ارتفاع، ومو متخيلين كاني راكبه بطياره مو بهي العجله. عشان ننزل شوي شوي على الارض والحمد لله. وعلى طول هون بقابلكم صوره الشيخ محمد بن راشد اللي هو حاكم دبي. وبس والله يا جماعه هذا كان نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس مشان تشوفوا فيديوهات ثانيه، وطبعا اكيد تضيفوني على السناب شات، رح احط لكم الحساب هون. اوكي بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. مع السلامه.